تتنوع ثقافات الشعوب عند الزواج، ففي ألمانيا مثلاً يجتمع أقارب وأصدقاء الزوجين المقبلين على الزواج في ألمانيا لتحطيم الأواني المختلفة مثل الأواني المنزلية والمزهريات، وكل ما هو قابل للكسر، ويجب أن يقوم الزوجان بعد ذلك بتنظيف المكان وجمع كل تلك الأواني. يؤمن الناس هناك أن هذه العادة تجلب الحظ الجيد للزوجان، أو على الأقل تجعلهما يقدران قيمة التعاون والعمل الجاد لإنجاح الزواج. من أغرب العادات في العالم أيضاً هو إذا كنت غير متزوج وتعيش في الدنمارك، عادة ما يحتفل الأهل والأصدقاء بعيد ميلادك 25 بإقامة احتفال عطر وتغطيتك تماماً بالقرفة. يعتقد الكثيرين أن هذه العادة ترجع إلى الوقت الذي كان تجار التوابل يرتحلون فيه من مكان لآخر ولا يظلون في مكان واحد لوقت كافي يسمح بإيجاد زوجة مناسبة. الصين في أماكن معينة من الصين يعد البكاء جزءاً ضرورياً من التحضير للزواج. قبل شهر تبكي العرائس لمدة ساعة واحدة كل يوم. وفي كوريا ضرب العريس على قدميه بسمكة كبيرة أو عصاه في كوريا، من أغرب تقاليد الزفاف اعتقاداً منهم أن هذه الطريقة ستجلب الفرحة للعريس، وذلك بطريقة بسيطة بغير قسوة وشدة. وننتقل إلى كينيا، فأثناء حفلات الزفاف لشعب الماساي من المعتاد أن يبصق والد العروس على رأس ابنته قبل أن تغادر مع زوجها الجديد. ما قد يبدو عادة غريبة وغير محترمة لثقافات معينة، إلا أنه أمر منطقي في الواقع داخل ثقافة الماساي، حيث ينظر إلى البصق على أنه رمز للحظ السعيد والثروة. اسكتلندا يتم أسر العروس أو العريس من قبل الأصدقاء والعائلة، ويتم تغطيتها بالطعام ويتم تغطيتهم بكل شيء من دبس السكر والرماد إلى الدقيق والريش، ويفضل أن تكون لاصقة، ثم يتم عرضها علناً ليراها المجتمع. يتم قيادة الزوجين في كثير من الأحيان في مؤخرة شاحنة ذات ظهر مفتوح برفقة ضرب القدور والمقالي من قبل خاطفي الزوجين. لا توجد قواعد صارمة فيما يتعلق بفعل السوداد نفسه، فقط أن الزوجين يجب أن يكونا فوضويين وغير مرتاحين، وأن أكبر عدد ممكن من الناس يجب أن يشهدوا المناسبة. تم إجراء أشهرها على ميلاني ريتشموند، حيث كانت مغطاة بالكرشة ودم.